تقيله بقى. في دولتين من التحالف ده بيمثلوا 50% من اجمالي النمو الاقتصادي العالمي، وهم الصين والهند، او نقدر نقول بمعنى تاني ان هم اللي سايقين مركب التنميه العالمي. فالمجموعه دي خطيره خطيره مفيش كلام، واوعى القطر يا عم الحاج. وطبعا المجموعه دي لما بتيجي تتكلم فدايما بيكون ليها لسانين. اولا الصين اللي بتقول ان هي مجموعه مؤدبه ومحترمه وبتهدف لتعزيز الاقتصاد والسلام العالمي، وروسيا اللي بتقول العكس تماما، وهي ان المجموعه دي بتهدف لاعاده التوازن للقوى العالميه والقضاء على هيمنه الدولار على الاقتصاد العالمي. وكمان روسيا بتقول ان المجموعه دي بتهدف بشكل اساسي لمواجهه التحالف الامريكي الغربي، وانا طبعا مصدق الرئيس بوتين. طيب يا ترى المجموعه دي بتقدم ايه لنفسها؟ بسم الله. واول حاجه كده هي اتفاقات تجاريه واقتصاديه ما بين الدول دي بيتم التعامل فيها ما بينهم بالعملات المحليه بتاعتهم. يعني الهند تقدر تستورد منتجات كتيره جدا من روسيا والصين بعملتها المحليه وهي الروبيه، والعكس صحيح برضه. ومش محتاج اقول لك ان الخطوه دي بتكسر هيمنه الدولار تدريجيا، وبتبتدي ان هي تدي قوه للعملات المحليه بتاعت الدول دي، وخصوصا عمله اليوان. تاني حاجه وهي اتفاقيات تعاون مشترك ما بين الدول الاعضاء في كل المجالات، سواء اقتصاديه او عسكريه او حتى تعليميه.